السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيتو تحصلوا على الشعر بهذه الطريقة هذه، بهذه العمورية، بهذا الطول، بهذه الكثافة هذه، ما عليكم الا تجريب هذه الوصفة هذه. غادي تلقاو عليها واحد النتيجة مرضية بزاف بزاف، وكنتمنى تجربوها. طريقة سهلة وبسيطة، مقادير معنا ماشي كثارين، الطريقين موجودين في كل بيت، وكنتمنى تجربوها. اكيد غادي ترضيكم. وقبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا بالجديد، ديروا لي واحد لايك ان شاء الله بحول التشجيع، وواحد الكومونتير يكون زوين بحال وجهكم. وغادي نبداو الفيديو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا عندي اللوز هنايا، اللوز الحار اللي غادي نوريكم الطريقه ديالو، يعني الاستعمال والشعر ان شاء الله بحول الله. غنديروا عليه واحد الفيديو. انتم كما كتشوفوا معايا دايره اللوز الحار. من بعد ما نقيته وغسلته ونشفته، يعني راه اللوز الحار كيكون مبدل على اللوز الاخر، وكيتباع عند العطار. اللي كنت تلقاوه عند العطار راه كيتباع بزاف. ولا اللي كيبيعوا كذلك العشب ديال الشعر حتى هو راه كيكون عنده، حيت كان اللي متخصص. يعني كان شحال من من حانوت متخصص في هادشي ديال الشعر. يعني تقدروا تلقاوه عنده ولا تلقاوه عند العطار، يعني ما كيبيعوش اي واحد. ودابا ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم الطريقه ديالو، كيفاش غادي نديروا ليه. غادي نجيب ماكينه، يعني راه طريقه سهله. جبت هاد الطحان هذا ديال العطريه ديال الماكينه. غادي ندير فيها هاد اللوز هذا، وغادي نطحنو ونرجع لكم باش ما نبرزطكم من صداع الماكينه. وهانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنتو، نتوما كما كتشوفوا يعني كنطحنو مزيان حتى كيبدا تلقى داك الزيت، يعني حتى كيتعجن. هانتوما كما كتشوفوا معايا المعلقه. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، يعني راه كيبدا يطلق داك الزيت ديالو. غناخذ هاد القرعه هادي باش ندير فيها هاد اللوز هذا. يمكن لكم تاخذوا اي قرعه عندكم نتومايا، يعني المهم شي قرعه بحال هكا تكون كتسد باش يعني تحتفظوا به. غندير فيها هاد العجينه ديال اللوز. كما كتشوفوا معايا، وراه طريقه سهله ودغيا كتوجد معنا، ويعني المفعول ديالو كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. وكذلك يمكن لكم ديروا حتى هذاك ديال المشماش، حتى هو راه زوين، يعني كيعمر الشعر وكيطولو وكيقوي لنا الزغبه، يعني كيغلظها الا كان عندك الزغبه رهيفه. صافي دابا غادي نخوي عليه كاس ديال الزيت العود. وهانتوما كما كتشوفوا معايا عندي كاس ديال الزيت العود. هذا كاس حياتي. نتوما غادي ديروا على حساب. انا عندي هنايا 5 دراهم ديال اللوز، يعني خديت 5 دراهم ديال اللوز حار. وكذلك بالنسبه لهذا، يعني باش على حسب القرعه زعما داكشي علاش يعني درت كاس ديال حياتي. المهم نتوما كما كتشوفوا معايا نخرجوه مزيان. هانتوما غير جربوها واكيد غادي تعطيكم واحد النتيجه اللي غادي ترضيكم. وكما قلت لكم حاولوا تطحنوا هذا اللوز، طحنوه مزيان باش يطلق لكم ديك الزيت ديالو. هذاك اللوز يطلق داك الزيت ديالو. صافي دابا غادي من بعد ما درت فيه الزيت حركته مزيان باش ما يبقاش فيه دوك الكويرات ديال اللوز، يعني باش يعني يطلق لنا الفوائد. وما تخافوش عليه زعما راه ما كيبقاش بحال هكذا، راه من بعد ما كيبقى راه هذاك اللوز كيحتل، يعني كيهبط هذا اللوز لتحت تطلع الزيت الفوق. يعني حنا بغينا غير الفوائد ديال اللوز. وكذلك الا بغيتو ديروه مثلا بغيتو تمشيو للحمام
وبغيتو ديروه بعد تحت التخت ديالو، راه يمكن لكم تحركوا بحال هكا وكديروه بعد ديك الساعه ولا ساعتين بحال هكذاك. صافي كتمشيو للحمام كديروا ليه شعركم حمام زيت. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطوا. دابا غادي ناخذ واحد الكاسرونه. هانتوما كما كتشوفوا درت واحد الكاسرونه حنايا، درت فيها نص ديال الماء، وغادي نسد هاد القرعه هذه. هاد القرعه هذه من بعد ما خلطوا مزيان غادي نسدها. غنسد هاد القرعه مزيان زيروها صافي، وغنحطها في وسط من هاد الكاسرونه هذه، وغادي ندير عليها الغلاقه ديالها، وغادي نشعل عليها العافيه. ومن بعد ما يغلي هاد الماء غادي نخليها كطبخ، يعني نخليها في هذاك الماء كيغلي ربع ساعه 15 دقيقه. من بعد ما يغلي هذا الماء هذا وتسخن ديك الزيت، يعني تطلق الفوائد ديالها، غادي نرجع لكم. وهانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما كيطبخ دابا، دابا يلاه بدا كيطبخ. دابا غادي نخليه 15 دقيقه عاد غادي نطفي عليه. وها هي من بعد ما خليتها كطبخ ربع ساعه، هانتوما شوفوا كيفاش كتولي الزيت. شفتوها كيفاش كتولي يعني كتولي سخونه وكتولي بحال بيضه. المهم الزيت ديالنا كتسخن بزاف مع في داك اللوز، يعني راه الولاقات ديالها راه تنفخات. صافي دابا غادي نخليها في هذا الماء هذا، وغادي نسد عليها ونخليها حتى تبرد على خاطرها. ومن بعد ما تبرد هذاك الماء صافي، راه من حد ما كيبرد والزيت كتبرد ديك الساعه يمكن لكم تستعملوا هذا الزيت هذه في اي وقت. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تبخلوش عليا بشي لايك وكومونتير يكون زوين بحال وجهكم. واللي ما مشاركش معنا في القناه يشارك، مرحبا به، علاش لا. وكنتمنى لكم التوفيق جميعا، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. وهانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما بقات بردات، هانتوما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا يمكن لكم يعني تستعملوها يعني بهذا التخت ديالها هذا، بالنسبه الا بغيتو تمشيو للحمام. وبالنسبه كذلك الا بغيتو تدهنوا بها شعركم، راه كتخليوها حتى كتصفى رضيه كتحسب، يعني راه ما كتاخذش وقت بزاف باش تحتل. صافي وكتدهنوا بها شعركم عادي، يعني من الجدر حتى الاطراف. وصدقوني راها وصفه زوينه بزاف وكتعطي واحد النتيجه اللي هي روعه. كنتمنى تجربوها، غادي تلقاو عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. بالنسبه للدهين يعني راه غادي تدهنوا عادي، يعني كما كتدهنوا شعركم. ولا بغيتو ديروها بهاد التخه ديالها راه يعني كتبقاو تماصيو تقريبا شي 5 دقائق حتى كتدخل لكم مع الجلده مزيان. صافي وكتخليوها واحد الساعه ولا ساعتين بحال هكذا، وكتمشيو للحمام عادي كتغسلوا شعركم عادي كيفاش كما كتغسلوه. والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.